فيديو النهارده مش هنعمل وصفه فيه ولا الكلام ده خالص. انا طالعه في الفيديو النهارده اقول كلمتين في قلب الفيديو ده. صلوا على النبي كده الاول، ولاول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. انا طالعه اقول بقى، انا ربنا وعدني بواحده عماله تعلق لي تقول لي يا متكبره، انتي ما تحكميش عليا، انا بحط صورتي على الوصفه، جايز بتحكم عليا من صورتي، انت ما تعرفنيش. انا والله انا طالعه بطبيعتي النهارده اهو، ولابسه سدال وقاعده عادي، وحتى انا طبيعيه خالص زيكم اهو، وبقطف ملوخيه زي بقيت اي الناس. متكبره ليه بقى؟ انت لا تعرفيني ولا علقتي لي تعليق ولا رديت عليكي في تعليق قبل كده عشان تشوفوني متكبره او مش متكبره. انا حبيت النهارده اطلع انا وولادي، والله انا ست عاديه خالص، يعني شفتوا قاعده. انا حبيت ان انا اطلع بطبيعتي خالص معاكم النهارده، وحبيت ارد على اللي بتعلق لي ديت، اذا كانت بنوته صغننه او ست او سنها زي ما يطلع. الست دي فكرتني بمين؟ انا كان في ظروف كده اتلمينا فيه انا وواحده صاحبتي، هي بقت صاحبتي دلوقتي واكتر من اختي كمان. اتلمينا في الظروف كده انا وهي. فبعدين بكلمها لقيتها بتقول لي انت بوسي الكينج. انا البروفايل بتاعي على الفيس اسمه بوسي الكينج. قلت لها ايوه انا. قالت لي انا مرات ابن خالة ماما. يعني قلت لها اهلا وسهلا بيك، وقعدت معايا ساعه واتنين وتلاته، وتاني يوم اتقابلنا برضك. قالت لي والله العظيم انا كنت بشوفك، يعني بنزل صوره البروفايل بتاعتي بصورتي انا. يعني قالت لي انا كنت بشوفك على الفيس، كنت بحسبك متكبره ومغروره. يعني مرات ابن خالة ماما دون، يعني فكرتني بالست اللي بتعلق لي دي. انا ربطت كلام الست اللي بتعلق لي دي بكلام مرات ابن خالة ماما. فوالله شفته حتى ميدو ابني بيديني، بيقول لي خدي يا ماما وردة حبنا، بيديني عود الملوخية بيقول لي خدي يا ماما وردة حبنا. والله العظيم احنا يعني انا وعيالي يعني بنحب الضحك والهزار، فطبعا الواحده مش هتطلع وادم بيبوس ايده هو برضه. يعني طول ما احنا قاعدين بنعمل كده، وبايده الصب وبيقعدوا يرقصوا يعني انا عاديه خالص. فما تحكموش على اي حد من صورته. اتكلمي مع الواحده الاول، علقي لها هترد عليكي، هتعرفيها هي على ايه. يعني احنا ناس عاديه خالص. انا معايا ادم الكبير اللي لابس الكاب ده، وده ميدو الصغير، ومعايا بوسي اللي اصغر منهم بقى، دي جايه على الولدين. الاوضه اللي انا قاعده فيها دي مش مطبخ، دي كانت اوضه. يعني عندي مطبخ حلو متبلط بسيراميك وحلو، وفي الحوض وكده. فانا حبيت اوسع عن نفسي اول ما فتحت القناه، فنقلت. كان في اصلا الفريزر دون والتلاجة في قلب الاوضه اصلا، فنقلت المطبخ جوه، واليمه التانيه مكان ما احنا قاعدين كده الحيطه اللي في وشنا محطوط البوتاجاز والتربو. يعني لما تقعدي في مكان واسع كده بتاخدي راحتك. يعني هي القعده تحفه في الاوضه دي اصلا. والاوضه دي كمان فيها شباك مدي على البحر من ورا كده، بيدخل لنا طراوه جميله. يعني الاوضه دي ساعات بفتح الشباك لا بحتاج مروحه ولا الكلام ده خالص. ولو اول مره بتخشوا قناه ام بوسي، يعني خشوا كلموها علقوا لها، شوفوا اسلوبها عامل ازاي. ما تحكموش على اي حد بالمظاهر، وما تحكموش على اي حد من صورته. انتوا ما تعرفوش البني ادم على ايه الا لما تعاملوه وتكلموه وتشوفوا طبعه. وادي ادم عمال يرخم عليا هون، وانا مسكته ضربته بعود الملوخيه. هنا انا بقول لهم عود الملوخيه بيتقطف بالعنقود بتاعها من فوق، يعني ما بقطعش الورقه بس، لا بقطعها بالعنقود بتاعها. بتيجي انت بقى تسوي الملوخيه بتاعتك، بتديكي مطه جميله قوي، يعني بتبقى جميله وانت بتسويها. الملوخيه دي انا كنت عامله الفيديو دون تقريبا من 4 5 ايام، يعني كنت عاملاه بالليل انا وولادي. جت صبحت تاني يوم، سمعت ان تيتا ام ماما توفت. فسبت الفيديو بقى مرضتش انزله، وكنت هعمل الملوخيه دي وصفه. فجا بقى ما كانش ليا نفسي ان انا اعملها وصفه. فجيت طبختها كده، وكنت عامله جنبها نص كيلو مكرونه، وكنت عامله جنبها فرخه وكلنا. فانا ما رضيتش اعمل فيديو يعني وصفه. هو انا كنت رحت فين كده؟ مش عارفه انا قمت رحت فين. هنا بقى بوسي دي البسبوسه بتاعتي الصغننه، انا اسمي ام ادهم اصلا، دي بوسي بنت الصغيره. قعدت معاهم، قلت لادم سيبها تقطف معاكم. مش عارفه والله انا كنت رحت فين، كنت بعمل ايه. ادهم برضك قاعد، الواد ادهم ابني دون رخم قوي. يعني طول ما هو قاعد يرخم على ميدو اخوه، يرخم على بوسي، هو كده عيل غتت.
اهو انا جيت اهو. هنا مش عارفه كانوا بيقولوا ودني يا ماما، وده بيقول لي ودني، فانا كنت بطمن على ودنه، مش عارفه بقول له انت ودنك شبه ودنه، فكنا عمالين نهزر يعني ونضحك. ادهم بقى قاعد اهو عمال يرقص ويغني، هم طول ما هم قاعدين كده. مش عارفه الواد ميدو كان نرفزني بايه. ميدو دون انا مسمياه السهن بتاعي، يعني ممكن يخليني كده اتنطط من غير ما يتكلم. مش عارفه كان نرفزني بايه ساعتها، وقمت شخطه فيه وانا قاعده. بس والله احنا يعني اسره صغننه كده وبنحب الضحك وما تحكموش على حد من صورته. يعني واحده داخله تقول لي يا متكبره، وانا ربطت كلامها بكلام مرات ابن خاله ماما. يعني هي مرات ابن خاله ماما دي زمانها برضك هتسمع الفيديو دون وهتعرف اللي حصل. قالت لي انا كنت ما بشوف صورتك على الفيس انا كنت بقول ايه ده، يا مغروره يا متكبره. فمرت الايام بقى واتلمنا في الظروف كده، اتعرفت عليها واتعرفت عليا، وقالت له والله ده انت زي العسل، ده انت روحك حلوه. يعني ما تحكموش على اي حد كده. ادي ادهم وميدو عمالين يغنوا، هم طول ما هم قاعدين كده. على فكره بيعملوا فيديوهات تيك توك وزي العسل وهم بيرقصوا. كله ده روح عندي الشاذلي لوني بالاستعانة. بعدين ربنا يبارك لي فيه. انا قلت له تعالى يا ادهم، المشاهدين اللي بيشوفوني بيحسبوني متكبره، ما بضحكش ما بتكلمش، ما اعرفش اللي داخله تعلق لي ده كام فيديو تعلق لي عليه كده. وللاسف انا كنت بمسح التعليق، كنت بزعل. يعني اقول ليه شايفاني كده ليه؟ تقريبا الصوره اللي انا بحطها على الوصفات بتاعتي، انتوا لو فتحتوا الفيديوهات بتاعتي وشفتوا الوصفات بتاعتي، انا انا بطلع في الوصفات بايديا بس. يعني كانت بتشوف الوصفات بتاعتي عليها الصورة الاقيها تخش تقول لي يا متكبرة. انا خدت سكرين لتعليق، يعني قبل ما امسح تعليق خدت سكرين له. بقيت ازعل، بقيت امسحه وازعل، ده كام فيديو بقيت تقول لي كده وبقيت امسحه. انا القناة دي ما بقالهاش لسه 4 5 اشهر، يعني لسه قناة جديدة ومبتدئة. فان شاء الله يعني كل اللي يخش ويشترك عندي ان شاء الله ويعلق لي هيعرف ام بوسي على ايه. يعني ومصير الصغير بيكبر، يعني مصير القناة الصغيرة بتكبر وبتعرفوا صاحبتها. يعني ما تحكموش على حد قابل بالصور او بمظهره من بره كده، لما تتكلموا معاه وتعرفوه. هنا بقى كنا بنقطف الملوخية. الملوخية دي للأسف كنت عاملاها في ليلة، صبحت تاني يوم جالي خبر وفاة ست ماما، الله يرحمها ويغفر لها. هنا بقى بعد ما خلصنا الملوخيه انا قلت ايه ما اخد لكم جوله كده في شقتي وهي متكركبه. طبعا زماننا يعني زمانكم كلكم شققكم كلها متكركبه كده. انا لما السجاجيد طبعا وهفك الستاير دي وهتتغسل. حمايه العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. الشقه دي في بيت امي اصلا، في بيت ابوي. يعني انا اللي مشطباها كده وانا اللي عامله كل حاجه فيها كده. اللهم صل على النبي. انا لما السجاجيد طبعا الشيلت اللي محطوطه على السفره دي شيلت الانتريه بتاعي القديم. يعني انا متجوزه من 17 سنه، ادهم ابني ده عنده 17 سنه. دي الطرقه دي يعني على ايديكم اليمين اوضه النوم، واللي على ايديكم الشمال اوضه الاطفال، ودي الصاله اللي فوق ودي الصاله اللي تحت. ده الانتريه ده بقى ده بعد ما شديته انا عاملاه مودرن كده. حتى جيت اعمل الستاير عليه ما رضيتش اعمل الستاير اللي هي معموله بالشراشيب دي. الانتريه مودرن، عايز ستاير مودرن من غير شراشيب. الشراشيب دي بتبقى عايزه صالونات. هنا انا كنت فكيت الستاير الشيفونات دي، وكنت فكيت الستاره الزرقاء بتاعت اوضه الاطفال. انا عامله اوضه الاطفال الستاره بتاعتها زرقاء، واوضه النوم نبيتي، والانتريه التركواز عشان انا عندي الانتريه كرسيين تركواز وكرسيين سوم والكنبه سمراء. فانا عامله يعني كل حاجه، يعني اوضه النوم الكرسي بتاعها نبيتي، انا عامله الستاره نبيتي. هنا كنت فكيت الستارتين اللي انا عندي 3 طرق. الطرقه بتاعت البلكونه، والطرقه وانت داخله على اوضه النوم والاطفال، والطرقه التانية وانت داخله على الاوضه اللي فيها المطبخ دي بقى الطرقه وانت داخله المطبخ قصاد البطاطين اللي محطوطه على الكرسي دي بالظبط. وانت داخله على ايدك الشمال الاوضه اللي انا قلبها مطبخ. طبعا البطاطين دي بردك عايزه تتغسل، يعني قبل العيد هيبقى في قلبه في الشقه دي.
وبوسي معديه هي اكنها على البلاج ماشيه بالشورت كده. انا قلت اما اخدكم جوله كده في شقتي وتعرفوا ام بوسي، وان انا قد ايه يعني انا يمكن ابسط من اللي بيتفرجوا عليا كمان، يعني انا بسيطه خالص. وكده يبقى فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش ام بوسي في احلى لايك منكم واشتراك وفعلوا زر الجرس، وباي باي.